عايز اقول سر خاص بيا انا وخالد صالح. خالد قبل ما يتوفى بحوالي سنتين ما كانش مريض ولا كان عارف انه ممكن يتوفى. قال لي بعد ما بقينا اصحاب قوي، يعني كان طول الوقت يقول لي يا استاذ، اقول له عيب عليك. قال لي انا حلم حياتي ان انا اعمل فيلم مش بطولتي، انتاجي، الم فيه زمايلي بتوع حقوق، مش عايز اقول الاسماء يا سيد عشان ولا ليه، يعني انتوا عشان اعمل لهم فيلم بطولتهم، عشان هم كان المفروض يبقوا نجوم قبلي. وقعدنا اشتغلنا على هذا الورق، وكان في حد بيكتب مش مهم مين نقول عليه دلوقتي، وهو كان طول الوقت يقول لي لا، دور سيد هنا قليل، دور هشام منصور هنا مش كويس، دور كذا دور كذا. يقعد طول الوقت، وهو كان بيعمل الفيلم ده عشان ينتجه، عشان يدي زملائه حقهم كممثلين وكنجوم. وهو كان بيقول لي حتى لو ما طلعتش في الفيلم، بس انا هطلع في الفيلم عشان التسويق والبيع، بس مش عايز اتصدر الا لو هم حطوني على الافيش بشكل ما. كان عايز يعمل زي كده، بس ما يحطش خالد صالح في الوسط. يعني صحابه وزمايله اللي هم موجودين النهارده، هو ده افيش الفيلم.